السلام عليكم. كيكة التايجر من اسهل انواع الكيك اللي ممكن تعمليها، سهلة جدا، اسفنجية وهشة. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا وطريقة تحضيرها ازاي. اول حاجة انا عندي هنا 5 بيضات، لان انا عاملة حجم صينية كبيرة. حطيت عليهم حوالي معلقتين فانيليا سايلة او فانيليا باودر زي ما تحبي، معلقة خل كبيرة، كوباية ونص سكر، وبعدين هضربهم كويس قوي بالمضرب الكهربائي او في الخلاط او بالمضرب اليدوي عادي زي ما تحبي. هنا عندي 3 كوبايات دقيق، حطيت لهم ربع كوباية نشا وذرة ملح، رشة ملح بسيطة، كيس كيك شيف. وهقلب المكونات دي الجافة دي لوحدها على جنب كده لوحدها، وهسيبها على جنب دلوقتي. هنا كان البيض بالسكر اتضرب كويس جدا، هنزل عليه بكوباية زيت كبيرة، زيت نباتي، يا ريت يكون زيت تكون ريحته حلوه عشان ما يديش ريحه مش كويسه في الكيك يعني. بعدين هنزل بالدقيق كده، يعني بالمعلقه زي ما انتوا شايفين كده، حبه حبه، وانا ايه العجان شغال يعني. عندي هنا كوبايه حليب سخنه، هنزل عليها بمعلقتين سمنه حلوه بلدي كده. اللبن يكون مغلي، مش دافي او بارد، يكون مغلي. وبعد كده هنزل عليها بالحليب اللي انا غليته، وحطيت عليه معلقتين السمنه. هنا كانت اتقلبت هنا كانت اتقلبت معايا كويس قوي في الدقيق، نزلت عليها باللبن تقليبه خفيفه كده لحد ما المكونات بس تتجانس مع بعضها كده وتختلط مع بعضها كويس. هكون عندي بقى الصينيه بتاعتي دهناها سمنه، هنزل بقى بالخليط بتاعي، بس هسيب حوالي يعني كوبايه كده في الاخر. الكوبايه دي هنزل عليها بمعلقتين كاكاو خام، هقلبها كويس، وبعد كده هنزل بيها على الكيكه بقى نشكلها كده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا هسويها دلوقتي، يعني هي بس عشان باي بقى خل عندك، باي سكينه كده حرفها رفيع، وتعملي بقى الخطوط دي كده رايح جاي، تديكي الشكل ده في الاخر. بتكوني طبعا مسخنه الفرن قبل ما نشتغل في الكيكه خالص على درجه حراره 180، بندخلها في الفرن بتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هقطعها معاكم، هي لسه سخنه بس هقطعها معاكم وهوريكم ازاي، لا هتتفروت منك ولا هتتقطع ولا اي حاجه، تطلع معاكي سليمه خالص يعني. ده شكلها اهو بعد ما طلعت. بصوا بقولكوا هشه ازاي، خفيفه وبألف هنا.